من الذي غدر بالحسين حين أخرجه ثم تخلى عنه في كربلاء؟ المختار الثقفي شيعي، ناشط شيعي عراقي من أنصار الصدر اسمه أبو عمر الفهداوي، كتب مقالا قصيرا أحدث زلزالا بالحقائق التالية، حقائق تاريخية يجب ألا تنسى. من الذي فتح الشام والعراق وفارس؟ عمر بن الخطاب، سني. من الذي فتح بلاد السند والهند وما وراء النهرين؟ محمد بن القاسم، سني. من الذي فتح شمال أفريقيا؟ قتيبة بن مسلم الباهلي، سني. من الذي فتح بلاد الأندلس؟ طارق بن زياد، سني. وموسى بن نصير، سني. من الذي فتح القسطنطينية؟ محمد الفاتح، سني. من الذي قاد المسلمين في حطين؟ صلاح الدين الأيوبي، سني. من الذي قاد المسلمين في عين جالوت وهزم التتار؟ سيف الدين قدس، سني. والظاهر بيبرس، سني. من الذي كسر غرور إسبانيا بالريف المغربي؟ محمد بن عبد الكريم الخطابي، سني. من الذي أجبر إيطاليا على إعادة حساباتها في ليبيا؟ عمر المختار، سني. وحديثا من الذي قهر الروس في الشيشان وفتح مدينة غروزني؟ خطاب، سني. من الذي مرغ وجه الناتو في التراب بأفغانستان؟ السنة. من الذي أجبر الأمريكان على الخروج من العراق؟ السنة. ثم يقول: لكن نحن الشيعة ماذا تركنا لأبنائنا في المقابل؟ من الذي غدر بالحسين حين أخرجه ثم تخلى عنه في كربلاء؟ المختار الثقفي شيعي. من الذي غدر بالخليفة العباسي الراضي بالله؟ البويهيون، شيعة. من الذي مكن للتتار دخول بغداد؟ ابن العلقمي، شيعي. من الذي كان يزين لهولاكو سوء أعماله؟ نصير الدين الطوسي، شيعي. من الذي أعان التتار في هجومهم على الشام؟ الشيعة. من الذي حالف الفرنجة ضد المسلمين؟ الفاطميون، شيعة. من الذي غدر بالسلطان السلجوقي أرطغرل بك البساسيري؟ شيعي.